كلام مهم جدا لأهل المغرب وخصوصا الكابتن طارق. نحن ما بنعرف إذا كان صاير إشي خلف الكواليس، ولكن اللي بنعرفه لحد الآن واللي نحن شايفينه إنه نحن ندين باعتذار للكابتن طارق على ما بدر من المنتخب الأردني. ولكن المنتخب الأردني كان دائما يعاني من ظلم التحكيم زي ما صار أمس، وهذا الإشي لا ينتقص من المنتخب المغربي أو حصول على الكاس، بالعكس قدم مباراة جدا جميلة هو والمنتخب الأردني. كان في روح قتالية، كان في روح رياضية، كانت مباراة جميلة جدا. ولكن ظلم التحكيم دائما كان يواجه المنتخب الأردني، لحد أمس كمان واجه هذا الموضوع. المنتخب الأردني انتوا خسرتوا الكاس، ولكن فزتوا بقلوبنا، فزتوا بثقتنا. والكابتن جمال سلامي المفروض الأردن تنهي العقد تبعه، يعطوه عقد جديد ألا وهو مدى الحياة. إنسان بيستاهل، إنسان أصيل شريف، قدم مباراة جميلة جدا قدام البلد الأم. فشكرا جمال سلامي، شكرا كابتن طارق على تواضعك. مبروك للمغرب الفوز، وهارد لك لمنتخبنا اللي قدم أمس أجمل مباريات الموسم كله. مباراة فيها روح قتالية، ناس جاي تأخذ الكاس وترجع فيه، وكنتوا قد الثقة حتى لو خسرتوا الكاس. والله يلعن الحكام.